سادس قصة معانا سبب تسمية سورة البقرة. هنتكلم النهاردة من الآية 67 ل 81 في سورة البقرة بإذن الله. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن بني إسرائيل وعنادهم وجدالهم المستمر اللي لسه مكمل معانا لغاية دلوقتي، واتفقنا إن أصلا تم ذكرهم في سورة البقرة عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر من مكة للمدينة. لو فاكرين في الآيات من 40 ل 49 ربنا كان بيذكرهم بالنعم على أجدادهم وآبائهم عشان يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي المفروض أصلا إنهم عارفين إن هو جاي، ولكن برضو بيحرفوا. واتفقنا كانوا بيعملوا كده عشان تعصب عرقي، عشان محمد صلى الله عليه وسلم كان من نسل إسماعيل مش من نسل إسحاق زيهم، وإن كان في أحبار وكهنة كانوا بياخدوا فلوس على الفتاوي اللي بيطلعوها دي. ليه سميت السورة بالبقرة؟ في زمن سيدنا موسى عليه السلام حصلت جريمة قتل في بني إسرائيل والدنيا اتشقلبت، كل واحد كان بيرمي التهمة على التاني، الحق ضايع والقلوب مليانة ريبة. مين اللي اتقتل؟ القرآن ما ذكرش اسمه ولا قصته، لكن في بعض الروايات المقصورة عن السلف قيل إنه راجل غني من بني إسرائيل مات مقتول، وقيل الأكثر شيوعا إن القاتل كان من أقرب الناس للمقتول، ابن أخوه أو ابن عمه، عشان كان طمعان في الميراث. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في وسط الفوضى دي أوحى الله إلى موسى عليه السلام بأمر غريب في ظاهره حكيم في باطنه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اتفاجئوا وقالوا أنت بتهزر يا موسى، فرد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدل ما يطيعوا فورا ويذبحوا البقرة بدأوا يسألوا ويجادلوا كعادتهم، هي عادتك ولا هتشتريها يعني؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. طب يا موسى يعني هي إيه بالظبط يعني، ما توصفها لنا كده؟ فجالهم الجواب لا هي كبيرة مسنة ولا هي صغيرة، وسط بين الاتنين، افعلوا ما تؤمرون، اعملوا اللي اتأمرتوا بيه وخلاص. يسكتوا؟ لا ازاي، جدال ونقاش بلا هدف، وبيصعبوا الامور على نفسهم بجدالهم ده. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طب يا موسى هي لونها ايه معلش؟ قال بقرة صفراء لونها فاقع تعجب اي حد يشوفها. هنا الامور بقت صعبة جدا عليهم، لان كان عندهم اوبشن يذبحوا اي بقرة بالمواصفات الاولى، لكن بسبب كثرة الاسئلة والجدال ربنا ضيق عليهم الوصف. مش انتوا عايزين وصف؟ ادي وصف اهو، لحد ما بقت بقرة محددة جدا. فبدأوا يتأدبوا شوية في أسئلتهم لما لقوا إنهم بيصعبوا على نفسهم أكتر ما بيسهلوه، وقالوا طب اشرح لنا أكتر يا موسى، مواصفاتها إيه؟ وإن إن شاء الله لمهتدون المرة دي. فموسى قال لهم لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يعني لا هي ذلول تثير الأرض، معنى كلمة ذلول مذللة، وده وصف للبقر إنه بيستخدم في شغل الزراعة، حفر الأرض يعني للزراعة. ولا تسقي الحرث يعني لا بتجري في السقية ولا بتسحب مية للزرع. مسلمة يعني ما فيهاش عيب، لا كسر ولا مرض ولا نقص في أعضاء. ولا شية فيها يعني لونها واحد صافي، هي أصفر فاقع اللون، ولا فيها بقع ولا فيها أي ألوان تانية. هنا بس قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها بعد مماطلة طويلة. عندك سؤال فضولي انت أنا عارف، لقوها ازاي دي صح؟ أقول لك أنا من الروايات المقصورة، لأن إجابة السؤال ده مش في القرآن نصا، هي جت منقولة عن أهل الكتاب. يقال إن كان في شاب بار قوي بوالدته، واتقال من شدة بره بيها إنه في يوم من الأيام هي كانت نايمة وتحت راسها مفتاح صندوق فيه فلوس أو أوراق تخص التجارة، والشاب كان محتاج المفتاح ده، لكن محبش يزعج أمه أو يصحيها فاستناها تصحى لوحدها. والده توفى وساب له بقرة صغيرة عجلة، وقال له يمكن تحتاجها في يوم من الأيام. ويقال إنه بسبب الموقف ده اللي أظهر فيه بره بوالدته وصبره عليها ربنا بارك له في البقرة اللي ورثها من أبوه. ولما بني إسرائيل اتزنقوا في بقرة اللي لازم تكون بمواصفات دقيقة ما لقوش غير بقرة الشاب ده، ويقال إن الشاب قال مش هبيعها إلا بوزنها دهب، فاضطروا يشتروا منه بثمن عظيم جدا. بعض الروايات قالت ملأوا جلدها دهب. وهنا اتحقق عليهم أثر الجدال، لو كانوا ذبحوا أي بقرة من الأول كانوا خلصوا بسهولة، لكن هم شددوا على نفسهم فشدد الله عليهم. ثم جاءت اللحظة الفاصلة، بعد ما ذبحوها أوحى الله إليهم أن يضربوه ببعضها، يضربوا المقتول بجزء من البقرة المذبوحة، فأحياه الله لحظة ليكشف القاتل وتظهر الحقيقة قدام الكل. كانت آية بينة على أن الله يحيي الموتى متى يشاء. هو ضربوه بأنهي جزء من البقرة؟ القرآن ما ذكرش الجزء بالتحديد، بعض المفسرين قالوا الضرب كان بجزء من لحمها، وبعضهم قالوا كان بذنبها اللي هو ديلها، والبعض قال بفخدها أو لسانها. خلينا بس يا حبايبي نعرف إن المهم إن الله أمرهم إنهم يضربوا القتيل بأي جزء من البقرة، فلما عملوا كده أحيا الله الميت وكشف القاتل. والجزء نفسه مش مهم نعرفه لأن مش هو اللي فيه السر، السر في قدرة الله. ومن هنا سميت السورة كلها بسورة البقرة. في الآية 74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعد كل المعجزات اللي شافوها بني إسرائيل من شق بحر، رفع جبل، رزقهم بالمن والسلوى من السماء،
وطلع لهم عيون مية من حجر، وظللهم بالغمام عشان الحر، صرخت منهم قرود، أحيا موتى، وغيره كتير. بدل ما قلوبهم تلين وتؤمن أكتر، قلوبهم قست، يعني بقت جامدة جدا وما تتأثرش لا بموعظة ولا بآيات. ربنا شبه قلوبهم بالحجارة في القسوة، بل قال هي أشد من الحجارة نفسها. ده حتى الحجارة الجامدة أحيانا بيطلع منها حياة، مية وأنهار، أو بتتحرك خشية من الله. إنما قلوبكم مع إنها بشرية بقت أقسى من الحجارة، لا بتلين ولا بتتأثر، ودي مصيبة أكبر. وما الله بغافل عما تعملون، تفكروش إن أعمالكم دي هتعدي عادي كده. في الآية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ربنا رجع يكلم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هل بقى تتوقعون أو تظنون إن بني إسرائيل هيؤمنوا ليكم بسهولة؟ ده في ناس منهم كان بيسمعوا كلام ربنا زي التوراة اللي نزلت على موسى وبيفهموه كويس جدا، لكن بعد ما يعقلوه ويفهموه بيرجعوا يحرفوه، يغيروا في معانيه أو يخفوا بعض، رغم إنهم عارفين الحق. فلو هم نفسهم كانوا بيغيروا كلام ربنا اللي عندهم من قبل كده، فطبيعي مش هيسيبوا رسالتك يا محمد عليه الصلاة والسلام تمر عليهم بسهولة كده أو يؤمنوا بيه. يعني الآية فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزعلش من عنادهم، وتوضيح إن تحريف بني إسرائيل كان عادة عندهم، فمش غريب رفضهم للإسلام. الآية 76: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هنا دليل إن نبي آخر الزمان مذكور عندهم في التوراة بصفاته، النبي الأمي من نسب إسماعيل وهاجر اللي هيخرج من مكة ويكون عنده صفات معينة. فلما كانوا يقابلوا المؤمنين من الصحابة كانوا بيقولوا بلسانهم بس طبعا آمنا عشان يطمنوهم، وبعضهم كان بيقع بلسانه فعلا ويعترف أيوة ده مذكور عندنا في التوراة. هما كانوا بيفسروا كلام التوراة بطريقة تانية عشان ما يبانش إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لما يرجعوا لرؤسائهم والأحبار واللي هم علمائهم يلوموهم بقى: ليه قلتوا للمسلمين كده؟ ما كانش ينفع تفضحوا اللي مكتوب عندنا في الكتاب، هيحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ربنا رد عليهم في الآية 77: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. بتخبوا على مين بس؟ ولله المثل الأعلى، كأنه بيقول لهم أنا شايفكم، هو أنا لسه هستنى المؤمنين لما يحجوكم؟ ما ربنا اللي منزله. في الآية 78 ربنا بيوضح إن مش كل بني إسرائيل كانوا علماء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. كان في منهم ناس بسيطة وكانوا أميين مش فاهمين الكتاب، هم بس عايشين على أماني وأحلام كانوا بيقولها لهم الأحبار: إحنا شعب الله المختار، النار مش هتقرب مننا غير شوية أيام بس قليلة. في الآية 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ربنا بيكشف جريمة بعض أحبار اليهود، كانوا بيحرفوا في التوراة أو يكتبوا نصوص جديدة بإيدهم وبعدين يقولوا للناس ده كلام ربنا، والهدف إنهم ياخدوا فلوس أو نفوذ أو مصالح دنيوية ثمن قليل يعني. عشان كده ربنا قال فويل لهم، وعيد شديد وعذاب عظيم. في الآية 80: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كانوا فاكرين إنهم مهما عملوا من ذنوب مش هيتعاقبوا إلا شوية أيام قليلة في النار، وربنا رد عليهم: هل عندكم عهد بكده يعني ولا انتوا بتقولوا على الله الكذب؟ الآية 81 ربنا بيصحح لهم بقى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمش زي ما انتوا فاكرين يا حبايبي، أي واحد يعمل سيئات وتحيط بيه خطاياه يعني تغلب حسناته تبقى حياته كلها ذنوب، ده من أهل النار خالد فيه. يعني قاعدة عامة، مش لأنكم بني إسرائيل يبقى لكم مستثناء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون